السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال يا رب العالمين. عاملين ايه النهاردة؟ معانا فيديو بقى جامد، فيديو تحفيزي كده حلو. هنغسل غسيل وهنعمل اكل وهننشر مع بعض ونتشجع مع بعض. اللي وراها حاجة تقوم تعملها وتتشجع معايا. غسالة في البيت دي يا جماعة نعمة، قسما بالله نعمة. حطينا الغسيل وبدأنا ايه نعمل الاكل. تعالوا بقى نشوفوا هنعمل ايه. افرحوا معايا بقى عشان انا فرحانه، انا بحب الاكله دي قوي. اكيد في ناس منكم عرفها وناس من. حطينا سمنه وزيت. نجيب ايه الطماطم، نغسلها غسله حلوه ونضربها في شفشق الخلاط. انا بوريكم الخيار اللي انا جايباه والفلفل، بحب الفلفل الصغير ده قوي احسن من الفلفل التخين ابو قشر ده. غسلت الطماطم طبعا غسله حلوه وقطعتها وحطيتها فين؟ في الطماطم في الخلاط. انا بقى حطيناها. تقولوا انت هتعملي ايه؟ هنعمل محشي. طب محشي ايه يا هند ده اللي من غير بصل؟ فين البصل؟ اصبروا بس، خليكم معايا وانتوا مش هتندموا. هعمل لكم محشي بطريقه جديده ما اتعملتش غير على قناه يوميات هند. حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وبهارات محشي. لو عايزه تحطي بهارات محشي بس براحتك، عايزه تحطي دي ودي براحتك اللي انت عايزاه. عملت شفشق تاني اهو. عشان ايه؟ انا بحب المحشي يبقى غامق كده من كتر الصلصه اللي فيه. بس مش غامق قوي يعني، بس ما بحبوش فاتح عشان في ناس بتبقى عامله خلطه المحشي بتبقى فاتحه كده، انا مش بحبها. الصلصه هي اللي بتعمل له طعم. بصوا الكرنبايتين دول يا جماعه، بصوا صغننين ازاي. انا اجيبهم ب35 جنيه. ده كان بيقول لي ب20 جنيه وب15 جنيه، وكنت بتنك عليه كمان. الله يمسك بالخير يا رزق. دلوقتي ما تقدريش تتنكي، هما اللي بيتنكوا عليكي. حتى الخضرة التلاتة ب5، ولو مش عاجبك ما تاخديهاش، سيبيها. بقى هما اللي بيتنكوا علينا. يا زمن. هنا بقى بقطعها بعد ما فردتها كلها. بحط ايه؟ مرقة دجاج على المحشي على الصلصة. ده بقى طريقة سهلة وطريقة حلوة وطعم كمان. طعم بقى مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم. جربوها بس مش هتندموا. هنا حطيت على مية السلق ملح وكمون وحبة سكر. السكر بيعسل ورقة الكرنب كده. هنا بقى بحط الكرنب يتسلق طبعا. عشان الحلة صغيرة، لو حلة كبيرة هحطها كلها، مش هشيل منها حاجة غير الورق الأخضر اللي على الوش. لكن عشان حلة صغيرة بقى بفرطه. بس مهما الأكل غلي مش هناكل يعني. هنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا بنجيبه. طب ده الشتا جاي. الشتا جاي والمحشي بقى يا جدعان. بطلعه بقى على مية باردة عشان خاطر ايه؟ توقف عملية السوا بتاعته، عشان ما يتهريش. لو طلعتيه سخن وحطيتيه على بعضه هيهري بعضيه، هيبقى مكتوم من تحت وسخن ويهري الورق اللي تحت كله. فانت تطلعيه على مية سخنة احسن ليكي، عشان ما يتهريش. حرام، الحاجة ما بقتش رخيصة، الحاجة بقت غالية يا جماعة والله. دول شوية الورق الخضر دول عملتهم في الاخر. بص عزمة الخضرة عاملة ازاي، ما فيهاش. يقول لك مش عاجبك ما تاخديهاش. بص اوديها فين دي. انا بعد ما نضفتهم بقى مرضيتش اتعبكم معايا وانضفهم. بصاتكم شكلهم محرج قوي يعني. ده انا كنت بجيب خضرة، يا نهار ابيض على الخضرة اللي كنت بجيبها. ايه ده يا جدعان؟
ده انا كنت بجيب ب5 جنيه خضرة واملى الطبق خضرة. خلاص ايام الملي ده خلاص راح. الله العظيم، زمن يا جدعان، ايه الزمن اللي احنا فيه ده. هنا جبنا البصل بقى ونضربه ضربة حلوة، بس مش تعمليه يعني، مش تهرسيه او مش تفرميه جامد. انا هنكت، الخضرة خلتني هنكت. يعني نضربه ضربة كده كأنك مقطعاه بايديك. بص هنحطه على الرز بعد ما اتغسل. نحط بقى التوابل، ملح وكمون وفلفل اسمر وبهارات محشي. وشمي بقى، شمي ريحة الرز بالبصل كده، تحفة تحفة. هنا جبنا بقى الخضرة بعد ما الخضرة، مش بقول لكم هنكت، الخضرة خلتني هنكت. الصلصة بعد ما اتسبكت بقى حطيناها بقى كده. وكلي بقى وادعيلي، ما تيجوا تاكلوا معايا بدل ما تتعبوا نفسكم. بصوا شوية الخضرة يا جدعان، حاجة تكسف والله. انا بجيب دلوقتي خضرة ب15 جنيه. عارفين يعني ايه بجيب خضرة ب15 جنيه وما فيهمش، ما بيعملوش حاجة معايا. خلصنا بقى البتاع وجهزناها الخلطة بتاعت المحشي. انا الكرنب ما بيتعبنيش يا جماعة زي الفلفل والبتنجان، بأمانة والله. يعني الفلفل والبتنجان بيتعبون، يعني البتنجان بيتعبني في تقويره، ايديا بتوجعني. لكن الكرنب يلا اسلق وقطع واحشي ولف وخلاص. لكن الفلفل والبتنجان متعبين الصراحة. البتنجان، الكوسة ما بتتعبنيش برضو، لكن البتنجان هو اللي بيتعبني. بس عشان جوزي بيحبه، يعني جوزي بيحب الفلفل والبتنجان. البتنجان يعني عموما مش الفلفل. هو ممكن ياكل فلفلايتين كده ولا حاجة. ما بياكلش يعني فلفل كتير، بس هو بيحب البتنجان وبيحب الكرنب برضو. بس يعني ساعات بيجي بيهف عليه كده يقول لي اعمل لنا كرنب، فلفل، بتنجان. اعمل لنا محشي برنجان. هنا بقى نحط الورق الاخضر من تحت، عشان الورق الاخضر بيبقى ناشف شويه، بيستحمل ايه. بص ابني جايب السكينه وعايز ياخد بيها حبه محشي، قلت له بصور يا ابني، عايز ياخد بيها حبه خلطه. بس احنا بنحب الخلطه نيه كده يا جماعه. الورق الاخضر بيبقى ناشف، وهو اللي يستحمل ايه، يستحمل النار من تحت، غير الورق الابيض ده. مع ان الصباع المحشي اللي بيبقى ملسوع ده مش بينزل في بطني، ده بينزل في قلبي، في قلبي يا جماعة. هو والبتنجان لما يكون ملسوع برضو بينزلوا في قلبي كده، في قلبي. هنا بقى نلف ايه كام صباع كده، وبعد كده اروح مع نفسي كده ايه في الانتريه، في المروحة، في الهوا. اقعد بقى كده واخد حاجتي وايه واخلص هناك، واجيلكوا بعد ايه، بعد ما تترص. انا لو عليا يعني اجيب لكم الحله وانا برصها كده عشان تشوفوا الرصه الحلوه دي مرصوصه ازاي. بصوا بحط كام قرن فلفل معاهم كده، بيخلي ريحتهم حلوه قوي، بيخلي ريحه المحشي كده تفحفح في المنطقه. شايفين؟ نحط بقى عليه شطه، واحده هنحط عليها شطه وواحده لا، عشان ايه، الفرعون الكبير الصغير ايه، قولوا معايا انتوا عارفين، ما بيحبش الحاجه الحراقه. لازم نمشي ورا كلام الست ياسمين صبري، ياسمين عز. لازم نخلي بالنا من الفرعون الصغير الكبير. اهم حاجة الفرعون الصغير الكبير ما يزعلش مننا وما يغضبش علينا. هنا بقى بنسقي
ما نزودش المية طبعا عشان خاطر ما يعجنش مننا، يبقى الصباع مفلفل كده. حطينا الحلة التانية وحطيت عليها طبعا ايه طبق صيني كده عشان الورق ما يفكش، وتوطي عليه اول ما يبدأ يغلي. يعني اول ما يغلي تروحي موطية عليه، مش تستني لما يتشرب ويتلسوع منك من الجناب، لا انت اول ما يغلي كده تروحي موطية عليه عشان ما يطشطش كمان ويبوظ البوتاجاز. وهنا بقى سبته على النار وجيت ايه انشر الغسيل. ما انا شغالة بقى هنا وهنا، واحنا ورانا البيوت والشغل. ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. هو بقى ما كانوش كتير، يعني كانوا حبة صغيرين مش كتير الغسيل. والابيض ما كانش كتير يعني، بس قلت اخدهم كده ايه، خلينا نخلص منهم عشان ما يتكومش على دماغ اهلي انا. ومين في الاخر اللي هيغسله؟ انا. مين اللي هيتدبس فيه؟ انا. اعوذ بالله من قولة انا. فلازم تخلصي حاجتك اول باول كده، شوية غسيل بشوية غسيل، وتاخديهم دورة كده وخلاص وخلصنا، عشان خاطر ما يتكومش عليك وتقعدي طول النهار بتغسلي في غسيل. انا بقى قربنا نخلص وايه ونشوف ايه اكلنا. وهنا كان خلص الاكل، وبألف هنا وشفا. وتعالوا تفضلوا كلوا معانا. شايفين الجمال؟ شايفين الرز مفلفل، الرز الصوابع عامله ازاي؟ صوابع زينب دي، مش صوابع محشي، دي صوابع زينب. انا طبعا بحب اقطع معاه طماطم كده بالشطه والملح والليمون، وبنعمله سندوتشات يا جماعه. ايوه احنا بناكله بالعيش. وانا سخنت عيش على النار كان في الفرن. لو عجبكم الفيديو لغايه هنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.